أيوة يا ماما، زي ما بقولك كده بقاله أسبوع لو يبوظوا عليا وعمال داخل ينفخ وخارج ينفخ. بص يا ابني، انت جايب دهب لبنتي 10 جرام ودول هنكتبهم في القايمة. انا جايب لها دهب كتير حوالي 60 جرام. انت عارف انها بنت وحيدة على الصبيان. خدوهم بس هكتبهم في القايمة. لا يا عمي، عايز تدوهم لها ادوهم لها، لكن مش هيتكتبوا في القايمة. خلاص يبقوا في بيتي. مفيش مشكلة. ياه، الأيام بتعدي بسرعة. تصوري النهاردة آخر يوم في شهر العسل ولازم نرجع القاهرة بكرة. قصدك أسبوع العسل؟ يا ريت نفضل أسبوع كمان. مش هينفع يا حبيبتي عشان عندي شغل كتير متأخر. ماشي. ما تزعليش، هعوضها لك قدام شوية. أوكي يا حبيبي، مفيش مشكلة. يلا يا حبيبتي، جهزتي الشنط؟ أيوة كل حاجة جاهزة، يلا بينا. ما تعرفش ماما وبابا وحشوني قد إيه. ماشي يا حبيبتي، يلا بينا. أهلا بيكي في بيتك يا حبيبتي، وأخيرا رجعنا شقتنا. مفيش أجمل من بيت الواحد. فعلا. ألو. أيوة يا حبيبي، بقولك إيه، وأنت راجع من الشغل هاتلنا معاك وأنت جاي شوية فاكهة كده، أصل بابا وماما هيتغدوا معانا النهاردة. من عينيا يا حبيبتي، يشرفوا وينوروا. تسلم يا حبيبي، مع السلامة. أما أروح أجهز الغدا بقى. أيوة دول لازم ماما وبابا. أهلا أهلا يا ماما، أهلا يا بابا، وحشتوني قوي. نورتوا البيت والله. أهلا يا حبيبتي، وحشتينا قوي. البيت مالوش روح من غيرك. وحشتوني قوي يا حبايبي. عاملة إيه يا حبيبتي؟ كله تمام يا ماما، طمني. أهلا أهلا. أهلا يا عمي، أهلا يا حماتي، منورين. منور بصحابه. عن إذنكم يا ماما، هروح أجهز السفرة. هاجي أساعدك. ماشي يا ماما. أهلا يا عمي، منورنا. يا رب الأكل يكون عجبكم. هايل، تسلم إيدك يا حبيبتي. بألف هنا يا حماتي. الله يهنيك يا ابني. طيب يا حبيبتي، هنستناكوا على الغدا بقى يوم الخميس الجاي. ماشي يا بابا، مع السلامة، ألف سلامة. دي لازم منى وجوزها. أهلا يا حبيبتي، أهلا، نورتوا البيت، اتفضلوا. أهلا يا ماما. الله يا ماما، انتوا جبتوا ركنة جديدة، ايه الجمال ده، دي جميلة قوي. مبروك يا حماتي، فعلا جميلة قوي. أهلا يا حبيبتي، نورتي بيتك. أهلا يا بابا، وحشتني قوي. بس فعلا الركنة جميلة وشيك قوي، مبروك عليكم يا ماما. الله يبارك فيك يا حبيبتي. بس دي شكلها غالية قوي يا ماما. يا حبيبتي، ما هو باباكي باع الدهب بتاعك، وانتي عارفة الدهب دلوقتي غالي، واشترى لنا الركنة دي، وفي مبلغ فاضل هيحطه باسمك في البنك. أيوة يا حبيبتي، وهاخدك معايا بكرة البنك أحط لك الفلوس دي في حسابك. شكرا يا بابا، تسلم لي. مالك يا حبيبي، من ساعة ما خرجنا من عند بابا ما قلتش ولا كلمة. إزاي يا هانم أبوك يبيع الدهب؟ مش المفروض الدهب ده بتاعك؟ يوضب البيت ليه ولا يشتري ركنة ليه؟ هو هيتجوز من أول وجديد؟ ولا هو افترى؟ مش إحنا أولى بيه؟ كنا عملنا بيهم مشروع؟ والله هو حر، هي فلوسه، إن شاء الله يحرقهم، مالكش فيه. يعني إيه ماليش فيه؟ المفروض ده هيبقى ورثك منه. انت عاوزنا ورثه وهو حي؟ وكمان ما قالش إنها ورث، هو قالك خدهم واكتبهم، انت اللي مرضتش. المفروض إنك بنته ما يستخسرش فيكي حاجة، مش يبيعه ويرميلك قرشين وانت بيبعتري الفلوس دي زي أبوكي. ما انتوا عيلة مش وش نعمة. كده طيب. ومن ساعتها كل واحد بينام في أوضة، وبحط له الأكل قبل ما يجي، وبفضل قاعدة في الأوضة طول اليوم، ومش عارفة أعمل إيه، ولو قلت لبابا هيخرب الدنيا عليه. قولولي انتوا إيه رأيكم؟ يا ريت تكتبولي رأيكم في التعليقات عشان دي مشكلة حقيقية.